مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستوديو دكتور جير عبد العزيز، اختصاصي بالجراحة العامة والتنظيرية. اسمحوا لنا رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور. يسعد مساك استاذ عماد. مستمعينا، إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا بأسئلتكم استفساراتكم، أكيد عبر كومنت عبر البث المباشر، فيكن عبر صفحة الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. رح نكون مسرورين لما بتأغنوا لقائنا بأسئلتكم. اليوم اخترنا نحن والدكتور موضوع جدا مهم، هو من أحد المواضيع الهامة وربما تكون شائعة يعني. الغدة الدرقية، يا ترى شو هي؟ كتير بنسمع أنه في مرضى مصابين بفرضا فرط نشاط أو كسل أو كذا تضخم، بما معنى يعني آفة بالغدة الدرقية. شو هالعضو هذا؟ وين بيتمركز؟ شو وظيفته؟ والعديد من المحاور حضرناها لنناقش مع ضيفنا الدكتور جير عبد العزيز. بالبداية دكتور، كتعريف لهالعضو هذا شو نعم. هو؟ هلا بداية الغدة كمصطلح بشكل عام هو عضو يقوم بإفراز مواد. بنصنفه نحن لغدد داخلية الإفراز، غدد خارجية الإفراز. الغدد خارجية الإفراز هي الغدد اللي تقوم بإفراز محتوياتها أو مفرزاتها خارج الجسم، مثل غدة الحليب، غدة العرق، الغدد العرقية على سبيل المثال. والغدد داخلية الإفراز مثل الغدة الدرقية هي نعم. غدد تقوم بإطلاق مواد أو هرمونات إلى الدم مباشرة. فالغدة الدرقية هي غدة موجودة بمقدمة العنق على الخط الناصف تماما، نعم. يعني فوق سلمة القص نحن بنسميها أو عزم نعم. القص، مهم. أمام الحنجرة والرغامة يلي هو عضو التصويت وجهاز نقل التنفس. مهم. ويحيط به عناصر هامة جدا، منها الحبال الصوتية أو الأعصاب المسؤولة عن التصويت عند الإنسان. الشيء اللي نحن بنسميه الغمد السباتي أو الشرايين الرئيسية اللي بتوصل المخ، الدم إلى المخ والدماغ، اللي أيضا عناصر مهمة بالإضافة للمري. فكل هدول عناصر بالإضافة للغدد جارات الدرق مهم. يلي مسؤولين عن تنظيم الكلس بالدوران. هي بالنسبة لمكانة تشريحيا. بالنسبة لوظيفة الغدة الدرقية، فينا نقول أنه مختصر الكلام هو مسؤول عن إنتاج الطاقة في الجسم، حلو كتير. بمعنى يعني لا طاقة من دون هرمونات الغدة الدرقية. مهم. طبعا والمثير في الأمر أنه عمل الغدة الدرقية يبدأ منذ الحياة الجنينية. يبدأ منذ الحياة الجنينية بإنتاج طاقة عند الجنين، وخلال مسيرة حياته ومن ضمنه أثناء الطفولة بيأثر على نمو العظام، مهم. بيأثر على مختلف أجهزة الجسم بكاملها. وبالتالي الأعراض اللي مثل ما حنشوف نحن اللي تكون ناتجة عن فرط نشاط درق أو قصور درق راح تشمل كل أجهزة الجسم. مهم. حلو كتير حقيقة، شرح جميل وموسع يعني في شغلات نحن ما بنعرفها ونجهلها اكيد عن وظيفة الغدة الدرقية، واكيد مكانة موضوعها على الاغلب الناس بيعرفوها. نعم. لكن دكتور، هلا خلينا نعرف او نعرف المستمعين واللي عم يشاهدونا عبر بثنا المباشر برنامج صحتك بالدنيا، مهم. انه هالآفات اللي بتصيب هالعضو هذا نعم. شو هن اكثر شيء؟ هلا نحن مشان سهل الموضوع مهم. ممكن تكون آفات على حساب وظيفة الغدة الدرقية، بين قوسين فرط نشاط يعني زيادة عمل أو زيادة إنتاج هاي مهم. الهرمونات، وقصور الدرق اللي هو نقص إنتاج هرمونات الدرق. هي اضطرابات على حساب الوظيفة. بالمقابل هناك اضطرابات على حساب الشكل يلي نعم. حتعطيني أعراض شكلية، بين قوسين ضخامة بمقدمة العنق على سبيل تماما. المثال، ضغط على الأعضاء المجاورة اللي حكينا أنه عندك أنبوب المسؤول عن التنفس، وبالتالي صح. ممكن المريض يعاني من صعوبة بالتنفس. أعراض قريبة على المري، وبالتالي المريض يحس بغصة أثناء البلع. بالبلع. صوت. الشرايين الموجودة، فإذا بحث صوت بحث ممكن صوت إذا كان ممكن. ضغط على الحبال الصوتية. ممكن يعني. فإذا أنا عندي آفات أها. آه، آه، على حساب الوظيفة بتأثر مثل ما حكينا على مختلف أجهزة الجسم. رح تماما. نحكي عن أعراضهم هلا. آفات على حساب الحجم يلي بتأثر على المنطقة المحيطة بالغدة، أعراض شكلية أو نعم. حجمية ناتجة نعم. عن كبر حجم هاي الغدة.
بالإضافة طبعا مثل أي عضو ممكن ينصاب بأورام مختلفة. تماما. أعراض فرط نشاط وقصور الدرق، مهم. لا هن تماما عكس بعض، لكن خلينا نحكي عن أعراض فرط نشاط الدرق في حال كان أنا عندي مستوى هرمونات زايد أو عمل شغل زايد لهي نعم. الغدة، حتأثر بنمو بدءا من نمو مبكر عند الأطفال، وبالتالي انغلاق مشاش باكر نحن بنسميه، او قصر قامة عند الاطفال. ممكن. يعني العظم بيتسكر او ينهي من عملية نضجه خلال فترة قصيرة، ما ياخد طول الكافي له. بالنسبة للجهاز الهضمي بيسرع الحركات الأمعاء، وبالتالي بيعمل إسهال، بيعمل عصبية ونرفزة. على مستوى الحياة الجنسية بيعمل انقطاع طمث عند الإناث، ممكن يعمل عنانة عند الرجال. على حساب الجلد بيعمل جلد متعرق دائما، عدم تحمل حرارة، باعتبار هو مسؤول عن إنتاج طاقة، فأنا في عندي إنتاج طاقة زيادة، حرق زيادة، وبالتالي إنتاج حرارة أكثر، فبيكون هذا المريض عنده غير قادر على تحمل الحرارة، أي حرارة زيادة بحس المريض فجأة إنه عم يتعرق زيادة. بالإضافة لنقص وزن، عادة بيكون شهية طبيعية أو زائدة عند هدول المرضى مع نقص وزن، رغم إنه أكل وشهية طبيعية عندهم نقص وزن. فإذا مثل ما شفنا هو بيصيب كل الأجهزة. على العكس من ذلك القصور بيتظاهر بسمنة، بيتظاهر بكسل، خلينا نسميه نقص إنتاج طاقة، عدم الحيوية، ممكن اضطرابات على حساب الحالة العقلية، تدني الكفاءة العقلية يعني. أكيد. كمان تباعد فترات ما بين الطموث أو الطمث عند السيدة، جلد جاف جدا. وعلى العكس عدم تحمل البرودة وامساك، على الرغم من السمنة بتلاقي انه المريض نعم غير قادر على تحمل البرودة. امساك حكينا عنه. اكيد هاي هن اشياء على الحالات، يعني في مفارقه بين، حتى اذا مثلا دكتور احد المستمعين عم يسمعنا وعم يسال يا ترى كيف بدي اعرف من عند حالي انه في مؤشرات، في علامات، سواء كان في قصور او فرط نشاط، فالعلامات فارقه يعني دكتور. نعم. يعني بعيده عن بعض، ما في شيء قواسم مشتركه بيناتهم على الاغلب يعني. هن يعني علامات عكس بعض تماما يعني. فبنتمنى دائما المستمعين يتابعونا ويستفيدوا من لقاءاتنا اللي الأطباء، خيرة أطباء البلد عم يحضروا بهالبرنامج هذا بخدمتكم طبعا. وهالبرنامج هذا هو توعية، وعبر منبر بويار بنوصل لكم المعلومة الجديدة، المعلومة الصح، حابين انكم تشاركوا رابط البرنامج لحتى الاصدقائكم كمان يستفيدوا من هاللقاءات، هالمواضيع المهمه اللي نختارها لكم. دكتور، هلا حكينا عن شكل والعرض، لو نحكي عن السبب يا ترى شو هن الاسباب، العوامل المسببه الامراض؟ نعم. الدرق. نعم. هلا صراحه اول شيء اغلب المشاكل اللي بتصيب الدرق هي آفات مجهولة السبب. تمام، يعني بمعنى ما في شيء أنا أعمله لحتى أتجنب الإصابة الدرقية. تماما. في شغلة واحدة أنا ممكن أتحكم فيها، هي إني أعتمد على نظام غذائي غني باليود فقط لا غير. أيوة. طبعا هرمون الغدة الدرقية بيتدخل بإنتاجه مادة اليود، واللي هي أساسا غنية وموجودة بشكل خاص بالمأكولات البحرية، الأسماك، جميع المأكولات البحرية، بالإضافة لمنتجات نباتية مثل الملفوف، ممكن الزهرة، وتصنيفات البروكلي وإلى آخره، السبانخ أيضا. فأنا عندي مجموعة من المنتجات النباتية اللي بتحوي كميات منيحة من اليود، والأكثر شيء هي موجودة بالمأكولات البحرية. فيني حافظ فقط على نظام غذائي فيه نسبة جيدة من اليود. هلأ طبعا مؤخرا صار ينضاف إلى ملح الطعام، مثل ما تعرف إنه بيجينا بالأسواق ملح طعام يودا مضاف إلى اليود، لحتى المناطق البعيدة عن المناطق البحرية أو اللي فيها مأكولات بحرية نحافظ على كمية يود مناسبة جدا. إذا باقي الشغلات صراحة هي أسباب مجهولة السبب، لكن من المثير للاهتمام إنه صراحة أغلب المشاكل اللي بتصير الغدة الدرقية أشياء عند النساء.
بنسب ملحوظة كتير، يعني يمكن أكثر ب10 أضعاف من الرجال. ف السبب هذا كمان ما له معروف كمان أيضا مجهول أيضاً. السبب. نعم. بس ممكن يتدخل فيه بقى أكيد عوامل هرمونية ممكن يعني. نعم، بالفرق بين الجنسين. بينما عوامل الخطورة، طبعا عوامل الخطورة هو مصطلح خاص فقط بالأورام، خلينا نقول. نعم. شو عوامل الخطورة؟ أنه هي الآفة الموجودة بالدرق هل يا ترى هي ورمية ولا لا؟ تماما. عوامل الخطورة هي طرفين العمر، بمعنى الأطفال الصغار نعم. والختعيرة والكبار بالعمر. هدول الشغلة تانية ذكر. الآفات اللي صحيح هو أشياء عند النساء، لكن أغلب الآفات اللي بتصيب النساء خلينا نقول إنه هي آفات حميدة. صح. فمجرد إصابة ذكر بآفات الدرق ممكن يثير القلق، أو خلينا نعتبره عامل خطورة بأنه تكون آفة خبيثة. طبعا أكيد مو دائما بتشكل علامة استفهام يعني. نعم، بتشكل علامة استفهام تماما. فينا نعتمد على هذا المصطلح انه نحن ما نهمل الموضوع، بنكون في وسائل استقصائية اخرى لندور على سبب هاي المشكلة. تماما. رح اذكر مستمعينا للي عم يسمعونا عبر التردد 103.5. هلا حاليا انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا، متابعينا على الموج الاف ام. ايضا للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر راديو بوير وبوير عربي، عم تتابعوا برنامج صحتك بالدنيا. فيكن عبر اي كومنت تبعتوا سؤال. طبعا سلاماتنا لكل اللي عم يشاهدونا وعم يبعتوا رسائل، مشكورين على رسائلكم الجميلة والحلوة. نحن ايضا برنامجنا هو لإلكن، هو بخدمتكم، ونتمنى تصل المعلومة لكل ولأكبر قدر ممكن للمشاهدين. عم نحكي اليوم هيك الموضوع اللي اخترناه للجديد انضموا لنا الغدة الدرقية، وضيفنا بالاستوديو الدكتور جير عبد العزيز، اختصاصي بالجراحة العامة والتنظيرية. عم نحكي عن موضوع جدا مهم، وحقيقة معلومات أنا اليوم جديد يعني عم بسمعها، فهي مهمة جدا. دكتور هلا إنه المستمع عم يسمعنا، طيب دكتور أنا إيمت من المفروض أزور الطبيب؟ شو هي المؤشرات والعلامات اللي بلشت علي مفروض إنه أنا أزور طبيب؟ رح نرجع نقطة لورا. هي كون على فقرة الأعراض اللي نحن حكينا عنهم. تماما. وبالتالي كل هدول الأعراض اللي حكينا عنهم هي مؤشرات تستدعي استقصاء وظيفة الغدة الدرقية. من ناحية على سبيل المثال نقص الوزن رغم وجود شهية طبيعية مفاجئ، ما هيك دكتور؟ أكيد. عدم تحمل الحرارة. نسينا عرض مهم جدا هو خفقان العضلة القلبية. تماما. تسرع النبض وخفقان العضلة القلبية اللي منه علاقة بالقلب. يعني المريض بيكون عنده خفقان، بيزور فلنفترض الطبيب القلبية، بيكون ما عنده أبدا أي مشكلة قلبية، بيكون ناتج عن فرط نشاط الغدة الدرقية. التعرق الزايد حكينا عنه. الإسهال ممكن مجهول السبب. اضطرابات الدورة عند الإناث. تساقط الشعر حتى. تمام. فإذا عندي أنا باعتباره مشكلة جهازية، أنا عندي هي مجموعة من الأعراض الهرمونية أو الغدية يلي تستوجب استقصاء وظيفة الغدة الدرقية. أو شغلات موضوعية مثل ما حكينا العلاقة بالحجم، مثل الزلة التنفسية نحن بنسميها، أو انقطاع التنفس أو صعوبة التنفس. خاصة أثناء الاستلقاء. كبر حجم مقدمة العنق. بتكون واضحة جدا خاصة عند النساء. والعلامة المميزة بالدرق أنه هي متحركة مع حركة اللسان. يعني إذا أنا بطلع حالي على المراية، إذا في أنا عندي ضخامة بمقدمة العنق، إذا مديت لساني لبرا حتما هي الآفة رح تطلع لفوق مع حركة اللسان. هي مرتبطة بقاعدة اللسان. فهي الكتلة، إذا ظهور كتلة بمقدمة العنق متحركة مع حركة اللسان، هي حتما على حساب الغدة الدرقية. صعوبة بلع مثل ما حكينا، بحب الصوت، هدول علامات تستوجب أيضا مراجعة الطبيب واستقصاء وظيفة الغدة الدرقية. تماما. جدا مهمين هالعلامات هدول، وبتمنى يعني وبظن انه هالمعلومات هاي والملاحظات وصلتكم مستمعينا ومتابعينا. دكتورة، لك كأطباء جراحة عامة اخصائيين بالكشف والتشخيص عن الغدة الدرقية، يا ترى شو هن الوسائل سواء كانت الفحص السريري، شكوات المريض،
الاجراءات التشخيصيه شو هن اللي عم تتبعوها لحتى تثبتوا بالامر انه معك غده درقيه سواء نعم. كان فرط او أكيد. قصور. هلا بداية طبعا أكيد هو الفحص السريري نعم. اللي لا بالجس غنى باليدين. عنه. نعم. نعم. أها. عن طريق نعم. فحص العنق. بنشوف نحن حجم الغدة، بنشوف ملمس سطح الغدة، بنشوف إذا نحن شيء بنسميه درق غاطسة، بمعنى إنه غائرة لتحت تماما. الأضلاع. بنشوف علاقتها مع المجاورات، حدودها واضحة أم غير واضحة لهي الغدة، ضخامتها على سبيل المثال. بعدين أنا عندي مجموعة من الاستقصاءات. عندي أنا الاستقصاءات اللي بتوضح لي وظيفة الغدة الدرقية، أوكي، واللي هن استقصاءات دموية، يعني اختبارات دموية. نعم. بمعنى أنه تحاليل دموية. وعندي أنا استقصاءات اللي بتوضح لي شكل الغدة وارتباطها مع المجاورات، اللي هن الاستقصاءات الشعاعية. الشعاعية مثل الإيكو، وهو غالبا كافي، غالبا كافي، بيعطيني معلومات كتير منيحة إذا في عقد بالدرق، عدد العقد، حجم هاي العقد، حجم الغدة نفسها، ارتباطها مع المجاورات. وبيوجه لي كمان الشيء نحن بنسميه الخزعة بالإبرة الدقيقة. فالخزعة بالإبرة الدقيقة هو أيضا وسيلة استقصائية. كمان يمكن استغلينا اللقاء سابق حتى نحن نقول إنه الخزعات ما بتنشر والله أورام أو ما بتعمل أورام، هي معلومة. نعم. هي معلومة مغلوطة. نعم. ال FNA نحن بنسميه أو الخزعة بالإبرة الدقيقة هو وسيلة استقصائية مهمة جدا بآفات الدرق وتشريحية يعني. تماما. إنه أنا عن طريق الإيكو بوجه هاي الإبرة لحتى أنا أخذ عينة أو أخذ يعني مجموعة من الخلايا من عقدة ما أو من آفة ما من الدرق، بجي أنا أدرسها تحت المجهر. بيعطيني معلومات كتير كتير مهمة حول شو الخطوة اللي بعدها بالعلاج أو بالتدبير. تمام. فإذا أنا كان عندي مجموعة من تحاليل دموية، كان عندي إيكو وهو الأسهل والأرخص والأأمن اللي نحن نعتمد، والأول ما فيه تداخل يعني تماما. ممكن حسب شكل الآفة نحتاج لهي الخزعة بالإبرة وممكن لا. وفي مجموعة من الآفات كمان تتطلب صورة طبقي محوري أو رنين مغناطيسي إضافي لهي الغدة. هي فينا نقول نحن هي جملة الاستقصاءات المطلوبة. يعني بتبت الأمر يعني إنه المريض هذا شو نوع الحالة. أكيد دكتور، هلا بعد التشخيص أكيد بتلجأوا للعلاج. كتير من الناس هن الموضوع هلا عملنا إكس على موضوع الإبرة وأخذ العينة، ودائما بجميع الأطباء اللي بيختص يعني بيتداخل بشغلهم سواء كانت أخذ العينة أو الخزعات بين قوسين تسمى، نحن بنعطي أمان يعني. وهالمعلومة المغلوطة دائما عبر منبر بويروة بهالبرنامج هذا بنسعى انه الناس يتعاونوا مع الطبيب دائما، ولانه هاي الاجراء هذا يعني اجراء مطلوب. نعم. يعني في بروتوكول اكيد بتتبعوه انه هذا مطلوب هلا، لانه انا من المفروض اتبع هالاجراء هذا هو امن جدا، وما موضوع الانتشار هذا كله يعني معلومات غير صحيحة. فدكتور يعني العلاج كيف بيكون؟ اكيد. هلا العلاج فينا نحن نصنف العلاج لثلاث اشكال. بداية هو العلاج دوائي. نعم. هي عبارة عن مجموعة من الادوية. 2 هو الجراحة. 3 هو ما يسمى باليود المشع. العلاج الدوائي هي عن طريق مجموعة من الادوية بتعاكس فرط او قصور نشاط درق. مثلا اذا مريض عنده قصور درق، فعادة العلاج بيكون بتعويض هذا الهرمون بأنه نعطيه كميات كافية بتناسب وزنه وعمره. بفرط نشاط الدرق على العكس نحن بنعطي ما يسمى بمضادات الدرق، أدوية تماما بتعاكس هرمون الغدة الدرقية. طبعا هذا الحكي عام جدا، يعني في آفات تتطلب تداخل جراحي مباشرة، في آفات تتطلب يود مشع، أشكال مختلفة يعني. بس نحن فقط تصنيف عام للأشكال، ولكل حالة أكيد في إجراء معين يعني. أكيد. 2 هو الجراحة. كمان إلى أشكال مختلفة. ممكن نحن نضطر نشيل نصف الغدة الدرقية، ممكن نضطر نحن نشيل 3/4 الغدة الدرقية، ممكن نستأصل الغدة الدرقية كاملا. يعني مثلا الآفات الورمية الكبيرة على سبيل المثال
تتطلب مني اني استأصل الغدة كاملا. بالمقابل في مجموعة من الاورام خلينا نقول بطيئة السير واللي حجمها صغير ممكن نكتفي بنصف الغدة. في اشكال تتطلب ازالة 3/4 الغدة. طبعا هون بدنا حول موضوع اورام الدرق. من حسن حظنا كمان انه اغلب اورام الدرق فيها نسب شفاء عالية بتوصل ل 98% بعد التشخيص. بمعنى انه انا حتى لو انا عندي سرطان خلايا درقية وهذا قليل سمعناه دكتور، يعني ما بعرف من اقل الحالات اللي نسمعها يعني. انا ما سمعت انه حدا صاب بسرطان غدة درقية. هلا صراحة يمكن احيانا كنسبة يعني قليلة جدا ربما. نعم ربما في يعني رقم دقيق، ولكن انا شخصيا ما سمعته. لا هو نسبه قليلة. اثنين، هو انذاره ممتاز، نسب علاج جيد، وعادة كشفه مبكر. تمام. بسبب الأعراض الهرمونية سواء أو بسبب الأعراض الانضغاطية. صح. عم يعطيني أعراض مبكرة، هي صح. ليست عضو والله مخبى صامت مثلا. نعم تماما. يعني دائما الآفات الهرمونية كون لها أعراض هرمونية صح. بتصيب كل الأجهزة بتكون أسهل للكشف، يعني المريض مبكرا بيسأل على حاله. إذن هي الجراحة. 3 هو اليود المشع. طبعا اليود المشع الغدة الدرقية هي اللي بتاخد اليود من الدم أو الدوران. تمام. فنحن بنعطي نظير لمادة اليود بتكون محقونة بمادة مشعة، نحقنها بالدم أو بالدوران. الغدة الدرقية بتقوم تاخد هاي اليود المشع تستقطبها. بتفيدني بكثير شغلات، إنه مثلا فلنفترض بعد الجراحة إذا في أنا عندي بقايا غدة درقية لساتها موجودة، فهي البقايا اليود المشع بتلتقطها وبتخربها. حلو. تمام. أو بتفيدني بالمراقبة، مثلا أنا استأصلت غدة تام بعد سنة 2-3 ممكن أجي أشوف إنه هذا المريض بعد عنده غدة درقية ولا لا. تمام. صار عنده نكس ورمي ولا لا. جميل. فممكن أنا استخدمه. هو عبارة عن يعني هي المادة بتوصل للغدة. إذا أخذت صورة للغدة بتبين الصورة مشعة، بتبين الغدة يعني بترسم لي إياها رسم خلينا نقول. فإذا ما في نسيج غدة ما حيكون عندي شيء على الصورة يعني. إذا عندي بقايا غدية أو بقايا ورمية حتكون واضحة أو مشعة على الصورة. فهو كمان وسيلة جيدة جدا نستخدمها نحن يا بالعلاج يا إما بالمتابعة بعد استئصال الدرق. تماما. دكتور قبل ما نجي على اللقاء وكنا هيك يعني أحد الناس يعني اقترحوا لي هالسؤال هذا، يا ترى بيأثر على موضوع الحمل، يعني على موضوع الإنجاب أم العقم مثلا، وبتأثر على أثناء الحمل موضوع الآفة بالغدة الدرقية؟ أكيد بتأثر. كمان صراحة باعتباره السؤال عام جدا، يعني حسب هل هو آفة على حساب الوظيفة أي فرط نشاط أو قصور. نعم. هدول الآفتين بشكل عام تكون السيدة ناقصة الخصوبة خلينا نقول، أو بتأثر على أكيد الإخصاب أو الإنجاب، باعتبار نحن حكينا أنه ممكن يعمل هو إسقاطات متكررة، ممكن يعمل اضطراب بالطمث، تقارب طموث أو تباعد طموث أو انقطاع طمث حتى. يعني تمام. وبالتالي أكيد في اضطراب. أيضا بيأثر على أكيد وظيفة الجنين، حيوية الجنين. صح. فنحن أكيد دائما ننصح السيدات بأنه يراقبوا الحمل مثلا. خلينا نحافظ على نحن بنسميه سواء درقي قبل التخطيط للحمل. يعني إذا أنا عندي فرط نشاط درق قوم بعالجه لوصل أنا لسواء درقي، وعلى العكس إذا أنا عندي قصور درقي بعالجه لحتى أوصل لسواء درقي. فأنا محافظ على سواء درقي، نسب هرمونات طبيعية بالجسم ننصحها بالحمل الأعلى. تمام. دكتور أيضا سؤال آخر، أنه موضوع باعتبار اللي حكينا أنه هي قريبة عن الحبال الصوتية، بتصدف اختلاطات يعني جراحية ممكن تأثر على الصوت، وبتعرف يعني كسؤال يعني. هلا النسب العالمية هي 1%. أزية الحبل الصوتي بعد جراحة الدرق 1%. هي 1%.
طبعا في عصبين عن الصوت، في نحن بنسميه العصب الحنجري الراجع يلي هو أيوة. مسؤول عن التصويت. تماما. إصابة طبعا هو موجود باليمين واليسار. تماما. إصابة عصب واحد يعني بجهة واحدة أها. بينتج عنه بحة صوت. تماما. يعني المريض بيحكي وصوته مبحوح، ولكن فيه في بحة. صوت لكن في بحة. تمام. إذا إصابة بالطرفين سوا فانقطاع صوت تام. تماما. تمام. للأسف يعني. مثل ما حكينا نسبته حتى أقل من 1%. بتزيد هاي النسبة بالحالات الورمية، لأنه الورم هو بيخرب النسيج. يعني خلينا كحكي عام يعني بياكل الأنسجة اللي حواليه. تماما. فما عندي أنا تشريح طبيعي للأعضاء اللي موجودة بالمنطقة. يعني ممكن يأثر على غزو. قبل الاستئصال كمان، ممكن يأثر على الحبل الصوتي أكيد. تعصيبه قبل ليش نحن حكينا إنه بحة الصوت هي من الأعراض اللي تستدعي إنه نحن نراجع؟ لأنه ممكن أصلا يكون مثلا فلنفترض في ورم يعمل غزو للحبل الصوتي قبل الجراحة. هذا بالنسبة للحبل الصوتي. إذن يا إما بحة يا انقطاع صوت. في عصب آخر بعيد ونسب إصابته كمان قليلة اسمه الفرع الخارجي للعصب الحنجري العلوي. هذا مسؤول عن الأصوات العالية. إذا انصاب المريض ما بيتأثر بالحكي العادي تماما، ولكن بس بيتأثر إذا رفع صوته. فهي مهمة للمغنيين. نعم. بتمنى السلامة لجميع المستمعين. للي ما بعرف إذا في حدا عنده باعت سؤال، أكيد أنا عم متابع البث ورسائلكم. طبعا هي كلها سلامات للدكتور، وشكرا لكم جميعا اللي عم يبعتوا رسائلكم الجميلة جدا. الأخ إبراهيم رح ابعت لك المطلوب اللي بدك إياه على الخاص. أكيد اللي طلبته أكيد رح ابعت لك إياه على الخاص. دكتور أنا من شوي حكينا عن موضوع السرطان، هذا هيك حبيت إنه يكون هيك سؤال، يعني إنه المستمع عم يسأل يا ترى دكتور يعني نسمع سرطان البروستات، سرطان الثدي، سرطان الرئة موضوع الوراثة، عامل الوراثة متهم؟ ايه موضوع الوراثة بيلعب دور، خاصة طبعا سرطان الدرق كمان له أشكال. في حوالي 8 أو 9 أشكال لسرطانات الدرق. سرطان درق حليمي، سرطان درق جريبي، سرطان درق لبي مثلا. أحد الأنواع اللي هو سرطان الدرق اللبي تلعب الوراثة دور كبير جدا فيه. يعني بتوصل ل 25% من حالات سرطان الدرق اللبي في حتما قصة عائلية بالموضوع. فهو النوع واحد من أصل خلينا نقول 8 أو 9 من أنواع سرطانات الدرق. ففي بعض أنواع سرطانات الدرق أكيد في قصة يوجد دور مهم للوراثة فيه. تمام. السؤال الأخير قبل ما نتوجه للنصائح والتوصيات دكتور، بعد الاستئصال هلا بنعرف إنه حكينا عن وظيفتها واللي عم تقوم فيه، يا ترى بعد الاستئصال بتعطوا أدوية معينة أو المريض بيتبع علاج كورس معين مدى الحياة أو ما بحاجة؟ يا ريت لو توضح لنا هالنقطة. نعم. هاي كمان في حال استئصال الدرق التام اللي هو أنا شلت كل الغدة المسؤولة عن إفراز هذا الهرمون. نعم. فأنا كأني أنا عملت للمريض قصور درق. صح. فأنا يكون الحل بإعطاء الهرمون الدرقي بنسب تتناسب مع وزنه مدى الحياة. تمام. لا يجوز أكيد إن أنا أقطع من الدواء من حالي يعني. إنما هو الهرمون الدواء اللي بيساعدني على إنتاج الطاقة بأجهزة الجسم. صح. فأنا عندي دواء هو التايروكسين طبعا دواء بيستعمل مدى الحياة طبعا. يستعمل حبة صباحا على الريق يوميا قبل الطعام. وآمن أكيد ما له أي تأثيرات جانبية. دكتور دائما نحن بنتوجه عبر منبر بوير وبزبدة الحلقة إنه توصيات ونصائح لمستمعينا الأصحاء أو المرضى لنوعيهم عبر منبر بوير وبمعلومات ضيفنا الدكتور جير عبد العزيز اخصائي بالجراحه العامه والتنظيريه. شو راح ينصحنا وينصحكم راح نسمعه. هلا بدايه هو بالنسبه الأطعمة اللي بتحوي على كمية منيحة من اليود راح يكون من المهم الانتباه إلى كمية مناسبة من اليود من استهلاك اليود في الجسم بالأطعمة اللي نحن حكينا عنهم اللي هن الأسماك بشكل خاص، المأكولات البحرية أيضا بشكل عام، مجموعة من المنتجات النباتية مثل الملفوف والزهرة والسبانخ أيضا. هي الشغلة الثانية عدم إهمال
اي عرض ممكن نحن ينصاب. فكره يعني مشكله الغده الدرقيه صراحه هو توسع التعدد الاعراض اللي ممكن تصيب اي مكان ما بالجسم. اللي احيانا يتظاهر فقط بخفقان على سبيل المثال، صح. احيانا يتظاهر فقط بنرفزه عصبيه ورجفه بالرجفان نحن بنسميه بالاطراف بالايدين اثناء العمل. فاذا في مؤشرات مختلفة متعددة، الطبيب أدرى فيها بأنه هل يا ترى في داعي حتى نستقصي وظيفة الغدة الدرقية ولا لا. الشغلة الثالثة هي خاصة عند الرجال، نحن حكينا أنه ما نهمل من سواء هي الأعراض أو أي آفة بتصيب مقدمة العنق، يعني بتصيب أثناء الجس أو تمام. طبعا حتكون واضحة خاصة عند الرجال بسبب تبارز الحنجرة. نعم. يجب عدم إهمالها، مراجعة الطبيب فورا. وأيضا طرفين العمر، يعني الصغار والكبار، كبار السن، وخاصة عند الصغار لأنه في كثير من الأحيان الأهل ممكن ما ينتبهوا أنه والله في آفة بمقدمة العنق. الثلاثة بالنسبة للخزعة بالإبرة دقيقة برجع أكد أنه هو موضوع آمن. وأيضا بالنسبة دائما السؤال المهم لكل مريض كان بيجي على العيادة أنه هل سوف يؤثر على التصويت ولا لا. بنرجع نعيد النسبة هي النسب العالمية هي أقل من 1% لإصابة الحبل الصوتي. هي ليست 0%، لكن هي نسبة ممتازة جدا. يعني أكثر من 99% راح تكون جراحة آمنة من دون اختلاطات إن شاء الله. ألف شكر لكم دكتور جير عبد العزيز على الحضور الجميل والمعلومات القيمة. شكرا لكم. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا على حسن متابعتكم، وخلونا نلتقي الأسبوع الجاي ضيف جديد وحلقة جديدة، على أمل نلقاكم بخير وسلامة.